ايه اللي يخلي واحدة غنية تتحول لراهب وتعيش في الصحراء؟ في يوم 17 توت اتنيحت القديسة سيودورا. ايه ازيكم؟ سيودورا كانت بنت غنية في اسكندرية ومتجوزة راجل تقي، حياتهم كلها فرح وسلام. لكن الشيطان حاربها بأفكار، ومع الوقت وقعت في الخطية وكسرت قلبها. راحت لجوزها واعترفت بكل حاجة وهي بتعيط بحرقة، ومن بعدها حياتها اتغيرت تماما. قررت تسيب الدنيا كلها وتحلق شعرها وتلبس لبس رهبان، وراحت دير الأناطول في الدخيلة، وفضلت واقفة على الباب طول الليل بتبكي لحد ما رئيس الدير سمح لها بتدخل وسماها الراهب ثيودور. عاشت حياة النسك وطاعة وخدمة في الدير. ربنا اداها قوة ومعجزات، حتى انها خلصت الناس من تمساح كان مخوفهم. لكن الشيطان حاول يكسرها تاني، وفي واحدة اتهمتها إن هي حملت منها ظلم، فرئيس الدير صدق الكلام وطردها. فخرجت للبرية ومعاها الطفل، وعاشت 7 سنين بعيد عن الدير بتصلي وهي متحملة كل تعب وجوع وعطش. وبعد سنين كتير رئيس الدير سمح ليها ترجع وفرض عليها قانون صعب تعيش لوحدها. وفي الآخر أيامها شاف رئيس الدير حلم إن السماء مفتوحة وعروس جميلة واقفة، وقالوا له دي الراهب سيدور. فرح لها وسمعها بتودع الطفل وبتوصيه يعيش حياة مقدسة. وبعدها أسلمت الروح، ولما جم يدفنوها اكتشفوا إنها ست. والخبر انتشر في الإسكندرية وجم ناس كتير ياخدوا بركتها. وجوزها لما عرف بكى كتير وطلب يبقى راهب في نفس القلاية، والطفل كبر وبقى رئيس الدير فيما بعد. وفي نهاية القصة القديسة سؤدور علمتنا إن مهما كان حجم الخطية باب التوبة مفتوح، وربنا يقدر يحول أي سقوط لقداسة. بركة صلاتها فلتكن معنا جميعا. ما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك واليوتيوب وعلى التيك توك.